السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم يا أبو عمر والأهلون السامعين عندنا سالفة، لا أنت عندنا سالفة والله أني أستمتع بها، أني أسولفها وحافظها والله العظيم أني أستمتع بها من قد ما هي لها عبرة. ودائما العبرة من السالفة بخاتمتها، ترى بل خاتمة تعرف أنه شنو المقصود من هالسالفة هذه. طبعا إلها مغزى وإلها غاية السالفة هاي. هذا يا أبو عمر بثلاث أخوان. الثلاث أخوان هذول تجوزوا. الكبير الله انطاه 7 ولاد ما شاء الله، والوسطي الله انطاه بنية وحيدة، والصغير الله انطاه ولد وحيد واحد. أبو البنية ما صار له غيره، وأبو الولد الوحيد ما صار له غيره، وأخوهم الكبير عنده 7 ولاد. فولاد العم اخوان عاشوا مع بعضهم من يوم انهم صغار وطفولتهم كذا، يوم ما شبوا مثل الاخوان ويلعبون مع بعضهم ومتفاهمين ومتوالمين. ابو الشاب الوحداني، ترى دائما الوحداني هل يجوزونه بوقت، يشوفون ضنا ويشوفون والله اهله نووا يجوزونه. الوحداني هذا جاء ابوه قال ايش رايك اخذ لك بنت عمك؟ بنت عمه وحيده وهو وحيد، ومثل ما تقول بنت عمه هو أولى الناس بيها. قال والله أنا ما عندي مشكلة، لكن عاد شوف عمي وشوف بنت عمي. والله ويروح هذا على أخوه، خطب البنية. أخوه قال له والله ما نلقى مثل فلان. ابنه الوحيد هذا مرجل وراعي شيم وراعي مبادئ ورجال نحطه على يمناك، فمحبوب. فقال عمه قال والله أنا ما ألقى أحسن من فلان، لكن أشاور البنت وأشاور أمها وأرد لك خبر. على العوايد خاف البنت مالها هوا، خاف كذا. قال حق بالله. ويروح ويشاور البنية، وعلمك نهارين 3 الخبر ينتشر. سمعوا ولاد عمه ال7، يوم سمعوا قالوا يخسى والله ما ياخذه، احنا ابدا منه. هم كلهم ولاد عم، لكن ابليس فات بيناتهم. قال والله احنا اكثر منه، احنا 7 وابونا اكبر من ابوه، واحنا ابدا بيها بنت عمنا يخسى ما نعطيه له. ما لهم حق. حيروا على بعضهم كلهم، قربتهم وحده. والله ويجون وصار بيناتهم كلام ومشادده بالكلام وكذا. فهذا صاحي هو مرجل والله ما هو خايف منهم، لكن دحق ولد عمه تضربه يوجعك. ابن عمك ما دحق. قال هذه ما لها الا الحيله، السالفه هذه ما تصير. بدا حيله هذا ابن عمي انضربته يوم مر المصايب وانضربني اضربين. ما جي على بنت عمه وقال يا بنت عم انا رايدك على سنه الله ورسوله، والجماعه ذولا محتجين. والله قضيه اني اسوي مشاكل مع ولد عمي لا والله ما اسويه لو وش ما كلف الامر، لكن اذا انك تريديني على سنه الله ورسوله تعال نطلع من الديره اني وانت باتفاق. طبعا اهلهم عندهم خبر ما هي خطيفه، لا مي خطيفه، بس انه دار وجههم ان ولاد عمهم معنا المشاكل مكافاه شر الاخرين. فعاد فكري معاش 3 ايام، اذا تريديني نهار الثالث تلقيني نص الليل عند الغدير، تجيني ونطلع، واذا ما تريديني لا تجين وخالصين. والله بالفعل هذا 3 ايام ويروح عند الغدير تالي الليل بالله على الوعد وانها جايه، ويركبون يردفوا وراه ويمشون. طلعوا هذول هجسوهم ولاد عمهم، حسوا عليهم، ويطلعون 2 منهم يحلفون يمين قالوا ما نرجع الا نجيب راسه ونجيب بنت عمنا. حلفوا قالوا الا نذبحه يريدون راسه، نجيب راسه ونجيب بنت عمنا ونجي. هذول مشوا الليل كله والنهار كله، وللمغرب يجوا لهم على عرب. يوم جو على عرب لقوا رعيان مثل الحزاني وانت ايش ساري بطرف العرب. جو عليهم سلام عليك سلام ديرة من؟ قالوا ديرة فلان، هم يميلون. جو على الشيخ سلام عليك السلام، قال يا شيخ قصتنا كذا وكذا وكذا، وهاي بنت عمي والله ما درت بس درت وجع ولد عمي. المطلوب قال المطلوب نريد لي شيخ يكتب كتابنا تصير حرمتي. قالوا بالله، ويبنوا لهم بيت ويجيبوا لهم شيخ بالعرب ويكتبوا كتابهم، قضب لهم العجد ويمرحون، واصبحوا ويمشون ما وقفوا، اصبحت الدنيا وهم يمشون.
ويمشون 3-4 أيام ويصلوا لهم على ديرة بعيد ولا لهم رجل عليها ولا يعرفون أهلهم ولا أهلهم يعرفون، بعيدة حيل. أبعدوا. إيه حيل أبعدوا. جو قاموا يسألون، لقوا طرقية، لقوا رعيان ديرة من، قالوا ديرة فلان. شنو أنتم يا شيخ فلان؟ قال الشيخ فلان كريم وراعي جار ورجال ما مصيت. قال هذا طلبنا. ويجون عليه، جو على الشيخ قال يا شيخ أنا قصدي كذا وكذا وكذا. خيوب العربي أنا طلعت من ديرتي وأهلي ما ظل لي رجاء عليهم، فعاد إذا تقبلني معاكم واحد منكم. قال والله حياك الله. ويقعدون بالعرب هذه 4-5 سنين، بنوا لهم بيت، والشيخ بنى لهم بيت بسد بيته وبصراء ومتفاهمين وامورهم طيبه. ما الله انطاهم ظنه، ما صار لهم، ما صار لهم ظنه. يا طويل العمر يوم من الايام الشيخ قاعد يتعلل وربعه كلهم عنده موجودين، هالعرب والحوالي، ربوع وربع وكذا ولا اللي ربيعهم هذا قصيرهم مو موجود بالتأليله. جاء يتعللون، هو ماجي، ما اصلفت ماجي ذاك النهار. الشيخ قاض له فرخ ارنب ويمسح على بطنه ويقول يا الربع منو شاف لي حرمه بطنها مثل بطن الارنب. بطن الارنب بيضه وناعمه. وهذا فرخ زاد بيضه وناعمه، لسه وطري، طري وريش وناعم املس وبيضه وكذا. فجأة يقول الربع منو شاف لي حرمه بطنها مثل بطن هالارنب هذه. والله الناس كلها ساكتين الا واحد رفع ايده وقال يا شيخ انا شفت. قال اص ولا تفك اثمك الشيخ ولا اسمع لك نفس. سكتوا. والله يوم انكفت التعليل وكل من راح على هلو الناس قامت التهاير ومشت. هذا الرفع ايده مشى مع الناس. الشيخ صالح وقال فلان، قال ها، قال انت خلك اريدك لك لي شغل عندك وانتم يا ربع الله ييسر عليكم. يروحون. قعد هذا قال انت قلت لي شفت حرمه بطنها مثل بطن الارنب، من الحرمه وشلون شفت وين؟ قال والله حرمه جارنا. شلون شفت بطنها؟ قال والله اني مريت وكانت تحمم خيمه وهواء وكشخر. قال شفته لا شافتني لكن بطني مثل بطن الارنب. قال الكلام هذا سولفته لي غيري لا تسولفوا، والله العظيم من جبت طاري لا اقص لسانه وقوم يلا. والله راح واصبحت الدنيا. ويقوم الشيخ ويصيح للربع وفرسان ديرته وكذا. قال الربع اريد نغزي، عندنا غزو. واجمعوا الفرسان وصيحوا الجارنا قصيرنا هذا يروح معانا زاد حيا الله، هذا مرجل وفارس وكيف على الامور هذه، واول كلها غزو ومغازاه. الزبده يا طويل العمر ويصيحون وقال يبلا معاكم. ويمشون يوم ان ظهرت الدنيا والشمس صارت بشبد السماء، لقوا لهم بير وشجرات ظلال وقعدوا وقالوا تعال نستريح ونكمل. والله الشيخ تلاحظ ونقول يا الربع نسيت خاتمي. الشيخ عنده خاتم، قال نسيت خاتمي والخاتم هذا لا يمكن اني اغزي من دونه، ما اقدر. قالوا ارسل حد يجيبه. قال ما حد يندله الا اني مغبي. ايه انا راجع على العرب. الشيخ جيب خاتمي وجهي. اجيب خاتمي يا اما اجيكم ونكمل، يا اما ابعث لكم طارش يقول لكم بطلنا ارجعوا. ويروح الشيخ صار عنده حصينيات، شيطان شاطر، هو شيخ والله ماشي حاله بس بني ادم ليه. ويقوم الشيخ يوم يروح على العرب ويروح على حرمة جاره هذا. جي عليها يوم شافته هلت شيخهم وكذا يلا حي وكذا، دارت تصب له قهوه وهو يلغفها وانه مو مضبوط. الشيخ ما هو ايه تشغلت شيء يوما هذا ويتعافرون هو وياها ويتكافشون بنت اصل ما تنطي حالها. ومن هين ومعافر وتخمش بخده من هين وتخمش خده وتوسم علامه حطتها مثل علامه ابو النار يوم ابو شهاب علم عليه. اي علمت عليه اشاره مبينه. والله الشيخ يوم شاف المنظر هذا تو صحي قال لي ولاني شاني اني شيخ اني كذا، وهو يدشره ويروح يقعد ببيته ويصيح من هالموجودين يقول الحقوا الربع يقول لهم ارجعوا بطلنا معدن غزي. ويروحون عليهم قالوا يا الربع الشيخ يصيح لكم يقول بطلنا معدن غزي. رجل الحرمه هذا قال اني من طلعت ما ارجع، اني ماشي اللي يروح معاي حيا الله واللي يرجع زاد حافظه. والله اني من طلعت على غزو ارجع فاضي مستحيل، ما عمر سويته. ايه ذيب والله. ويتهير يمشي ويتهيرون 10 من هالموجودين قالوا معاك. زاد جماعه لاقت لهم السالفه وي بالله ويروحون.